رسميا محمد شريف في الاهلي لمده موسمين بالاضافه لموسم ثالث بالاتفاق بين الطرفين. ومحمد شريف كده شكله جاي عشان يعوض مكان وسام اللي كل المصادر اكدت ان اللاعب غضبان ومش عاوز يقعد في الاهلي. كمان بص على العروض اللي جايه له من الخليج ومن اوروبا. واما المفاوضات اللي بتحصل دلوقتي في الاهلي، في كلام مع نادي فاركو لضم اللاعب ياسين مرعي مدافع الفريق. وكمان الاهلي في مفاوضات مع نادي سيراميكا لضم الظهير الايسر محمد شكري بشكل نهائي، بس الصفقه هتكون تبادليه بين الفريقين. هيكون عمر كمال وكريم ندفد اللاعبين اللي هينضموا لنادي سيراميكا بالاضافه لرضا سليم على سبيل الاعاره، وممكن يكون في لاعب رابع اضافي. اما اللعيبه اللي هتخرج من الفريق فالنادي المصري خلص صفقه عمر الساعي لمده موسم على سبيل الاعاره، والصفقه تمت ب 6 مليون جنيه توصل ل 8 مليون بالاضافات. اما نادي الزمالك فنادي الزمالك خلص اول صفقاته بضم اللاعب احمد شريف مهاجم نادي فاركو لمده 5 مواسم. كمان الزمالك اتفق مبدئيا مع نادي بتروجيت لضم الفلسطيني حامد حمدان خط وسط الفريق، والزمالك خلص مع اللاعب كل حاجه، فاضل بس الاجراءات النهائيه. بس كده دي كانت ابرز صفقات الاهلي والزمالك لحد دلوقتي. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد.